السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بمطبخ رغاد قطايب للحبايب. وصفتنا لليوم وصفة قشطة القيمة. مقاديرنا هي: أنا بدي كوب حليب نيدو لحتى يدسم الحليب. بهي القشطة ضروري إنه تكون الحليب كامل الدسم. هاي كوب حليب. بدي 4 كاسات حليب. وعندي لتر كريمة الخفق تبع الحلو. انا حشغل النار ولحرك كتير منيح، ولازم تكون النار قوية اول شي عليها، لان هي القشطة لها مراحل. انا هلا هون رح اتركها لحتى توصل لمرحلة قبل الغليان، يعني تسخن بس قبل ما تغلي. ننتقل للمرحلة الثانية. صبايا مثل ما شايفين انا حطيت الحليب بالصينية، وتكونت عندي طبقة خفيفة من القشطة. لسه هي رح تسمك وتكتر بعد مرور 4 ساعات. انا هون موطية النار على اخف شي عندي. رح اتركها لمدة 4 ساعات وبرجع لكم بعدها. صبايا وهي بعد مرور 4 ساعات انا طفيت الغاز على القشطة ورح خليها تبرد لحتى تصير بحرارة الغرفة، وبعدين بدخلها على البراد. بكرة بطالعها من البراد وبرجيكم المرحلة الأخيرة من قشطة القيمة. صبايا بعد ما تركت الصينية بالبراد لتاني يوم، أنا هلا بدي أقطع القشطة. طبعا بدنا السكينة حادة كتير. قشطة كتير سميكة ومدسمة وبتطير العقل. طبعا هي اسمها قشطة جيمر.
بالعراقي، اللي احنا عنا بسوريا هي القشطة العربية. شايفين صبايا؟ عم تلف بكل سهولة لأن هي طبقتها سميكة. رول. هيك كده. طبعا تستخدم لكل انواع الحلويات، بناكلها مع العسل المربى، كتير طيبة. طريقتها سهلة بس هي على مراحل. انا الحليب يلي حيزيد هون طبعا حاستخدمه، رح اعمل البوظة العربية فيه، لانه هو هلا حليب كامل الدسم. القشطة كتير سميكة وبتاخد العقل. هاي بنكون خلصنا اخر قطعة من قشطة جيمة. بتمنى انه تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم وصفة اليوم شير ولايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وانتظرونا بوصفاتنا الجاية، واهلا وسهلا فيكم صبايا.